وما قدروا الله حق قدره. التشكيك في معجزة الإسراء والمعراج مش بعيد عن محاولات البشر لتفسير معجزة ميلاد المسيح سيدنا عيسى عليه السلام من أم بس دون أب، اللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده في حلقة احتفالات الكريسماس. تقدروا ترجعوا للحلقة لو حابين. ورغم إن المعجزات موجودة في كل زمان وعصر، إلا إن معجزة الإسراء والمعراج تحديداً بتتعرض للتشكيك وعدم التسليم، رغم إنها مش أول معجزة، ده سبقها معجزات حسية كتير حصلت قدام عيون الناس. عندك عصا سيدنا موسى، وملك وعلم سيدنا سليمان اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبوا قدرات استثنائية زي تسخير الجن والرياح وفهم لغة الطير والدواب. ومعجزات المسيح سيدنا عيسى عليه السلام اللي اتكلم وهو في المهد، واللي شفى الأبرص والأكمى، واللي أحيا الموتى وغيرهم. لكن ليه معجزة الإسراء والمعراج بالتحديد محل جدل كبير؟ ده اللي هنجاوب عليه النهاردة. رحلة الإسراء والمعراج مش مجرد حدث عظيم في الإسلام، لكنها بوابة لفهم أعمق عن الزمن والروح والمعجزات اللي بتتجاوز أي تفسير عقلي. هل معجزة الإسراء والمعراج كانت بالجسد والروح معا ولا بالروح فقط؟ كلامنا هنا موجه للناس اللي مغلبين المادة على الروحانيات، واللي بيشغلوا دايما المنطق والعقل، ومتناسيين ان في قدرة مطلقة لا حدود لها من الخالق القادر سبحانه وتعالى. والحقيقة ان في حين ان في نبرة عالية لإعمال العقل والعلم لإيجاد تفسير دايما منطقي لكل شيء حوالينا، إلا ان النبرة دي ما بسمحهاش لما بيجي الكلام على نظرية الإسقاط النجمي اللي ثبت فشلها فشل ذريع كنظرية علمية، وما بسمعش صوتهم في الرد على تمارين التخاطر ومدى صحتها وخطورتها، ولا بسمع صوتهم عن نظريات السفر عبر الزمن والزواحف البشرية والأنونكي والكائنات الفضائية والحاجات الغريبة دي اللي انتشرت الفترة الأخيرة وبقت محتوى بيتعمل عنه حلقات وفيديوهات وناس مهتمة وقاعدة جمهور بتطالب بالمحتوى ده. بس في المقابل في ناس لسه بتشكك وتنكر معجزة زي الإسراء والمعراج، ودول مش هينفع نتكلم معاهم بالدين أو بالقرآن أو بالأحاديث، لأن هم في الأساس بيشككوا في الصورة القرآنية اللي ذكرت فيها رحلة الإسراء والمعراج. والله زي ما بقولك، دول بيقولوا كمان إن ما كانش اسمها سورة الإسراء من الأساس. أمال إيه؟ قالوا إن كان اسمها بني إسرائيل، والآية اللي نزلت فيها سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى دي كان المقصود بيها سيدنا موسى مش سيدنا محمد، وإن وصف نبينا سيدنا محمد لتفاصيل الرحلة دي ما هي إلا إسرائيليات دست في القصص الإسلامي. فدول ينفع نتكلم معاهم بالقرآن والسنة؟ ولما يطلع إعلامي مؤثر وفاهم إن الإعلام رسالة ويطلع في حلقة في برنامج ليه لمدة ساعة بيشكك في البراق وإن المسجد الحرام أصلا اللي مذكور في الآية مفيش ما يثبت إنه المقصود بيه مكة، ووصف معجزة الإسراء والمعراج بحادثة حتى ما قالش عنها رحلة، ويجيب ضيوف تدعم كلامه ده، فخلينا نستعرض كل اللي قالوا ونتكلم معاهم من نفس المنطلق بتاعهم ونناقشهم بالمنطق والعقل والعلم. وخلونا نبتدي حلقة فلسفية من طراز أول نناقش فيها الشعرة اللي ما بين العلم والإلحاد.